السلام عليكم متابعي الأوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. وهذا الفيديو تلقاكم في أتم الصحة والعافية، الناس اللي داخل وخارج الوطن، كذلك الناس اللي كدعمني. كنشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات، كنشكركم على كل ما كتقدموا لهذه القناة من تشجيعات، آراءكم في خانة التعليقات. والناس اللي جداد ما تنساوش تضغطوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد فيما يخص القناة اللي هي قناتكم من طبيعة الحال، أكيد قناتكم هذه ما كنختلفوش عليها. وإن اختلفنا في الرأي فالاختلاف لا يفسد للود قضية. غادي نبداو على بركة الله كالعادة، وغادي نبداو أول حاجة فيديو الديوتي، ولو أن فيديو الدسرق كان قبل منه، ولكن بغيت نسبق فيديو الديوتي ونخليو كواليس لقاء سعاد مع بنتها مرة أخرى وسبب الخرجة ديالها وشتو كي خرجت. المهم غادي نبداو بوحدة وحدة. شفتوا لي الديوتي اللي كيهضر على القاضية ديالهم كبرت وعرفت تطورات ومنعطفات خطيرة جدا. يا سلام، بحال اللي ما نعرفش علاش كتهضري، شتي كتستعملي هاد المصطلحات باش نقول لكم هاد الناس مونسين راسهم انهم فعلا صانعي محتوى، وتيعطي واحد الزخم للموضوع اللي حويمض وتافه أكثر من التفاهة. شوفوا الدخلة القضية ديالهم، قال كبرت وعرفت تطورات خطيرة ومخصو يديروا منعطفات، ولهذا نحاول جاهدين أننا نجد مخرجا لهذه الأزمة التي نعيشها. وك عباد الله ديوتي، المصطلحات غير لائقة تماما على هذا الموضوع، غير لائقة باش تحط على هذا الموضوع. مصطلحات لها وزنها وتجي على موضوع له قيمة وله وزنه في مجتمع، ماشي على دياتة وساخة وعفن. ما تجيش على هاد الناس. ولكن هو لطالما حافظ مصطلحات، هذه ما نكروهاش، حافظ مصطلحات وتيوظفهم منين كيبغي زعما. ولكن المشكل ان هاد السيناريو اللي داير واللي مفضوح ومفروش وكل شيء كاين وكل شيء باين ومع ذلك مستمرون، ودائما هما دابا مفضوح وتيقلب كيفاش دغيا يرجعوا بلا ما يدير ديك زعما واخا عقتو بينا احنا غادي نديرو مخرجات. عطني 3 ايام، انا تنقول راه حتى دوز جلسه والله اعلم، لان تنقول غدوز جلسه على ود الصواني. وكاين واخا هكاك الناس كيقولوك نحن مع ظالمه او مظلومه، والناس ولات كتدافع حتى على دابا ولاو الناس كيخرجوا تيدافعوا لنا على الالوان الام تدافع على الالوان. يا ربي تستر وليداتنا، يا ربي يا ربي تستر وليداتنا، يا ربي تستر وليداتنا وتحفظهم. ما كنعيبوش، ولكن ما غاديش نخرج. انا نخرج كراني جالسه شاد الدار كنا وكنسبح ونطلب صيد ربي ونقول يا ربي تعفو عليا. ما عرفتش في ديك، انا ما نتمناش لشي ام تحط في داك الموقف، ولكن تحطات في داك الموقف ما نخرجش نطرطق عيني ندخل الناس للحبس على ولد راه ولا دابا رشيد. ما بقاش قاصر، كان قاصر، كان حمق، كان قاصر، كان منين كبر. بحال الاخرى العقوق كانت قاصره ومنين كبرات. يعني راه ماشي مساله. اشوفوا الشي اللي مربي، اللي مخلق، قاصر ام راشد، اللي مربي وكتبان فيه من الاول راه كتبان بان الانسان. وتقولوا لي لا كان درويش في صغرو في مراهق، ولو الاصل تيجبد وتيرد الانسان لاصوله الطيبه ان كانت طيبه، ورواسبه التربويه ان كانت جميله وجيده ونظيفه من البدايه. لكن ملي كتكون وسخه وعفنه وتيجي القوم اللي يدعمهم واللي يشجعهم على الوسخه، فهنا كنوقفوا. ما تنوقفوا، تنخليو ان شاء الله القانون ياخذ مجراه. اما حنا فعلا انا عن نفسي والله العظيم الا تندير فيديو عن مضض ما بقيتش حامله ان نهضر على هاد الناس اللي انا ناقشتهم اجتماعيا نفسيا ووقفنا على داك الشيء. دابا مزيان نقطه. المهم هاد الفيديو ديالو اللي صراحه انا ما بغيتش نهضر عليه، ماشي ما نهضرش لان ما فيه والو، لا صراحه باش نناقش. قال لك صيفطات ليه ميساج
قالك صيفطات ميساج وجلس وبدا كيضحك على القطيع، هذاك ضحك على القطيع ماشي على الميساج لأن هي راه كانت معاه، هما راهو مع بعضياتهم. صيفطات ليه ميساج، عاودة صيفط ليها هو ميساج، رقدات له داك الميساج بحال الحمص، خلاتو، عاد جاوباتني باش يقول ليها ما غنجيش. ما غنجيش، ومنين كتبات ليه لا واه ما طلقني الا ما جيتيش طلقني. وياك بكريشه هو صاحب المقولة الشهيرة ديال هو ما تيطلقش العيالات، وهي تؤيده في هذه النقطة، وكانت قالتها وأيدات وقالت هو ما تيطلقش، هو ما تيطلقش، يعني الا بغيتي تطلقيها المحكمة. ايوا كيما دارت لينا سعاد دوك جوج جلسات وجمعات وطوات ودرنا، لا صافي بغيت السلم والسلام، وانت عاود سيري للمحكمة ودير جوج جلسات، ولكن هي هادي ما تقدرش توصل للمحكمة، هادي ما تقدرش توصل للمحكمة اللي تيقول لكم ان بنتي زنوبة على وجه بنتي زنوبة. ايوا بالله عليكم الا كانت هادي مهرة ومرمورة تدير غير جلسة وحدة وتجمع الطوي، جلسة واحدة في قضاء الأسرة وتجمع الطوي وتطلب النفقة ديال البنت وتطلب من بكريشه. الا كانت فعلا مهرة مرمورة كما كتقولي وكتموت واقفة وعارفه هو ما يطلقش، راه شافت بعينيها وعايشت وعارفه بانه تيخدم بالنساء وبالولاد وما الى ذلك، ولكن هي وضعها اصلا لا يخول لها انها تمشي لقضاء الاسره ودير طلاق الشقاق وداك الشيء وما اي نوع من الطلاق باش تدلي بنوعيه من الوثائق ليست مؤهله. هو ما تيطلقش، فاذا اللي غيدافع عليها وغادي يقولوا لك ايوا الا كنتي راجل من فوقاش كتعرفوا ان الديوتي راجل من فوقاش، والديوتي كانوا عنده 4 ومازالين عنده دوك ال4 تيصرف عليهم. لا ما لقى ما يدير، كيخرج ويهضر عليهم عند الجيران، اخر كاع ما لقى ما يدير عند الجيران والولاد راه كنشوفوهم تبارك الله، الله يحجبهم الله يحفظهم. واش عمر الديوتي كيصرف؟ واش عمر الديوتي راه هو كيقول لك الكبيره وصلت هي اللي غتجمع خوتها، الكبيره هي اللي غادي تلملم اللمه، الكبيره هي اللي غتقاد كلشي. وهو راه كان في الاصل هو قبل ما يخرج من السجن كان داير مخطط هو وبنته على مجمع سكني يضم الجميع. انا منين شفتو الزياره التوجدات هي وشفتو تما اباطره العهر، البطل الأول والبطل الثاني، ولكم أن تتفهموا وأن تفهموا ما وراء السطور. شكون اللي كان في التوجطات؟ شكون اللي حضر في التوجطات؟ شكون اللي حضر في التوجطات؟ هادي راكم نتوما غتكونوا فاهمين. ولكن هنا لقيت ان بعض القنوات تيقول لك ايوا يطلقها، ودابا حنايا هنا ولينا كلشي ولا كيستحمر. حنا عارفين ان البيتوتي ديوتي ما غادي يطلق حتى وحده، وما غيصرف حتى على شي واحد، وما غيخدم حتى على شي واحد، وهو تيخليهم يتخرجوا من مدارس العهر والفساد، ما عندوش مشكل، ما يقراوش ما عندوش مشكل. فاذا فيديو هاد الشيء اللي غادي تجبدوا منه وهاد الشيء اللي غادي تستخلصوا منه استحمار. تعطيه 3 ايام الحد، نحيدوا الحد، تبقى 2 3 ل 4 الجلسه. الا زولنا الحد 2 3 ل 4 الجلسه، الا كان ماشي الا كان حنا الحكم نهار الاربعاء ان شاء الله غادي يكون الحكم 12 11. اذا هذا الحكم هو انا الاحتمال الكبير عندي هو اللي كيتسناو بهذا المسلسل اللي مطولينه. كما قلت لكم المجمع السكني واللي الناس اللي كتقول انه كان غيبني فوق الارض ديال، راه عنده الارض ديالو البيتوتي شاريها قبل ما يدخل للسجن، وكان عوال يبدا البني، ولكن جا السجن صافي دابا خليه تيجمع. اما كان بغى يبني غادي يبني عنده الارض، ولكن ديما الاتفاق تيكون مع الداسره دائما معها، دائما مع الداسره، دائما اتفاقاتهم تتم مع بعضهم، راه ما يتخلى عليها ما تخلى عليك، وهذه مساله خذوها مني.
فين ما حضرات الداسرة، فين ما عنده الساروت ديالو للدار. وشوفوا راه هادشي كله اللي كان كيدوز وساقر وجالس من بعد، راه قلت لكم انه كلشي كان متفقا عليه، كلشي كان. ودابا خرجت سؤال، راه كتعرفوا بانها البارح خرجت بلايف مسحاتو، هي راه غير كتخرج على السطر. قلت لكم ان لا يؤتمن جانبها، كتخرج على السطر ولكن كتبقى دائما. حنا هاد النقطه فعلا هادي كان دائما من البدايه، انا منين كنت كنناقش هذا الموضوع ومازال تناقشو، ما تندافعش انا على الشخص، كان على الام بصفه عامه، ما تهانش وما تدلش وبزاف ديال الحوايج باش ما يخرجناش جيل اخر ويعطينا نفس النسخه. اما الديوتي البيتوتي قال لك اليوم كانوا عندي بزاف ديال الانشطه بحال الانشطه القديمه اللي كنا كنشوفوا مع بنته في الطوموبيل دائما. وشفت واحد المقطع تذكرته، شفتو عند قناه بسيكولوجيا قوم تبع، وشفت عده مقاطع، وهذا المقطع بالضبط كنركزوا عليه منين كان هو بنته كيتجراو على الحاله المدنيه. وغنصاوبوا الحاله المدنيه والسلسله طويله، ما عطاتناش الحاله المدنيه، ما بغاش تعطينا الحاله المدنيه على سوسو، وما بغاش تعطينا الحاله المدنيه، ولا زال الوضع قائما لحد الان على الحاله المدنيه ديال زنوبه، واللي كيتسنى هو الحاله المدنيه الرقميه. وانتم تشوفوا المقطع في قناه بسيكولوجيا قوم تبع، مقاطع عديده قديمه 3 سنين هذه، يعني ما واخا عاقلين عليها ولكن كتذكريها وكتقولي يا شوف شحال داز، ومازال كانوا وقفوا على هذا الشيء، لان قلت لكم ماضيهم لا ينفصل عن حاضرهم ابدا. غادي نجيو للداسره. الداسره دائما كنقول لكم ان ديك البنت الداسره العاقه المسخوطه اللي غتبقى دائما مسخوطه، انا في نظري عمرني ما حيدت، غير كنقول باش ما يقولوكش انك تضغطي لا راه هي مسكينه وشوفوا كذا. انا ما عمرني ما تعاطفت معايا حتى في داكشي ديال تايلاند، قلت لكم نان، انا ما تعطينيش داك الايحاء انني نتعاطف معاه ولو غرام، عمرها ما كتعطيني داك الايحاء ديال نتعاطف معاه، بالعكس هي حاطه راسها طرف في الموضوع، وانا عارفه انها هي وباها الخبث، وجات معهم حتى البقاء اكيد الخبث فيهم كاملين. منين مشات الفيديو اللي حاطاه هي واختها دايره لا بحال نهار جابت ولا عندها داك الميكرو تيقات راسها انها راه صحفيه ولا ما عرف كاع شكون هي. منين مشاو تياكلوا الديوتي حاضر هو والدراري، كاين الديوتي هو والدراري تما حاضرين كيتعشاو، وهي مركزه على تصويرتها هي واختها، والاخرين جالسين في الجهه الاخرى. استحمار المتابع. دائما تنقول لكم هاد الناس راه ما غاديش يتسالوا من غير الا حدهم لهم القانون. اما هما هكا زعما راه هي مشات تغوتات مع ما على داك الفيديو، طلعوا للسما السبعه والامه كتسمع وامه كتفرج والجيران كيتفرجوا وتقاتلوا على داك الفيديو، وكتعطي القنوات باش يخدموا، راه الجيران كيسمعوا من مصادر موثوقه، كتعطي باش خرجات كتبرر سوسو وكتقول في اللايف ديالها انا ما كنتعاملش مع القنوات، لان قالت ليها كتعطي القنوات باش يخدموا. عاوتاني رجعتي شي كويك تسمعت، قلت لكم تسمع السيده طالعين للسما، ما في دار هادي ما في دار هادي، لا الزنقه. هادشي علاش خارجه مبارده وماسحه اللايف د البارح ومبرده السوق وكتهضر انا ما تنعطيش للقنوات باش يخدموا، انا ما تنخدم انا ما تنتعاملش مع قنوات، وهي الدور مره اخرى وغادي تمشي وغادي تتعاطى مع الديوتي وغادي تجبد كلامو على المساعده، وانت كتاجر بالمساعده والمساعده ما سهلالكش، والمساعده غدير بك شكايه لان هي ما عندهاش قناه. ايوا يا حبيبتي يا سعاد الا غدير شكايه فماشي المواقع ليست محكمه، ولكن هذه نقطه نعود بها مره اخرى لما مضى، ان السيده سعاد دينامو الاسره المشوهه. باش تنقول لكم انا دائما راه ما تستغربوش تشوفوها في خرجه اخرى بلا عود هادي وتلقاوها عاوتاني كتهضر لكم. ها هي عطاتو دابا بغا يخرج يعطي عاوتاني وعاود يهضر حتى هو على علاش ما نسكتش انا زعما على هاد المواضيع.
غادي تقول كاين اللي كيقول لها تما جاوبي، لا 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 سمحوا لي، قالت لك بغات السلم والسلام، هادشي راه من فمها، تنازلات على شكايات قدهم تربيهم حتى واحد فيهم يقدر يتفنفن قدامها، وخلاتهم وشدات هي السرسيات وشدات الغرامه، ومع ذلك سمحات انا السلم والسلام صافي وما غنعاودش انا، ونعود مره اخرى وكنلقاوها هاك على طبق من ذهب. خدم تقاتل هي والبنت ويتعاطاو، شتي هاد الناس تعاطاو كلشي، وقالتها لكم قالت لكم وليداتو يمشيو يشوفوا، اصلا كانوا معشيين كلهم برابطتي المعلم. دينامو الاسره خصها ضروري تخرج. اسيدي شوفوا نقول لكم هاد الناس باش نعطيها لكم من الاخر، من الاخر باش نجيبها لكم من الثاني، منذ بداياتهم. شتي في الاول قبل ما يتفجر الملف المشؤوم اللي ما هذاك هو اللي ما عمر سعاد غتقول عليه اعتذار، والديوتي عارف شنو كاين، هذاك الملف المشؤوم اللي تفجر بديك الطريقه اللي ما كانش سعاد بروغرامي انهم يخدموا به هكاك، لان كانت لعبه في البدايه اللي خرجت لهم على السطر، كانوا غيلعبوا بواحد الشكل صدقوا لاعبين بشكل اخر اللي خرج لهم عاني السيطره، وحتى دابا هما غيبقاو جالسين يخرجوا مره متفقين على انهم يوصلوا مبالغ خياليه من الادسنس كلهم. وكنت هاد الملاحظه كنت كنشير ليها من فوقاش، كنقول لكم ها نتوما غير غتهبط لهم شويه المشاهده، غير غتهبط، خليونا من الدسر اللي قالت لك تخدم، انا ما يمكنليش انا نخدم، انا ما يمكنليش نخدم في اليوتيوب، خليها هي تخدم بلا ما نصور انا، ولا شحال قناه باش تعاطى تصور البنت وتصور الام، فين المشكل مثلا؟ لان ضمن الشروط باش نرضى عليك البنت باش ترضى على امها، ضمن الشروط باش نرضى ما تصوريش وما تقوليش هادي وما تقوليش هادي. راه لاحظتوا انه ولات كتهضر وتالفه، ما بقاتش ما كاينش التلقائيه كانت في ديال ملي كتكون خارجه كتعطي كتوضح، اما ملي كتكون مخرجه ها هي فكنعرفوا كيفاش كيكون الهضره وكيفاش كتكون بالقياس، باش ما نديفيش هكا ولا هكا. لا ما كنتعاملش انا مع القنوات ابدا، انا غيعطي التوضيح لي وصافي ومسحات داكشي. ولكن اش درنا باش نجبدوا عاود المساعده؟ عقلتوا على المساعده نعيمه اللي خاض في الموضوع ديالها المفرقع وبهذا الشكل هذه، ومشات المساعده نعيمه كانت دارت حطت واش الرقم ديالها واش كانت دارت قناه ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن كانت هي وياها اكثر من الاخوه من الخوت، شي هي وياها كانوا خواتات، وفي التالي الله اعلم فين وصلوا. ها هي دابا مره اخرى عاودها المساعده اخرى جاب الله غنخدموا شي شويه كلشي يخدموا به، علاش انا غنحط؟ قال هو واحد الكلام خليه له في فمو، انا واحد السيده ما عندهاش قناه ما نجبدهاش، ما نقولش لا غدير بك شكايه ولا ما غاديش، الا غادي دير غادي نمشي حتى نطرشوا بها، الا فعلا غدير شكايه الا فعلا غدير شكايه غادي نمشي حتى نطرشوا بها. واش اللي عنده ادسنس وقناه قداش وكيدخل الفلوس صحيحه، قالت لك انا عييت ماديا، غتجي عند واحد السيده مساعده كما قالت هي بفمها تنعطيها 500 درهم السيمانه، غتمشي دير شكايه ودير محامي وتبقى طالعه هابطه مع المفرقع في المحاكم. بالله عليكم فين المنطق في هذا الشيء؟ اللي كيسمع حمق واللي كيهضر بعقله، غير قولوا لي فين المنطق؟ وحده اللي ما نعرف كاع كي دايره وقالت لك صافي انا عييت، وكانوا ومساعدات مشات لها وفلوس مشات لها وعاونوها الناس، وقالت لك عييت، غادي تجي عند المساعده يلا كتكافى مع الزمان، غادي دير شكايه بالمفرقع بحيث قال لها ما عرفنا كتعيش بمعدل 10 دراهم او 20 او 30 او 40 او 50، تعيش حتى بمعدل درهم، بقى فيها الحال يقدر يكون بقى فيها الحال وجالسها لسعاد ولكن بالنسبه لي انا سعاد كلامها غير منطقي، لان السيده ليس باستطاعتها انها تبقى عاود طالعه هابطه في المحاكم مع المفرقع، علاش حيت حقها قال كذا 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 كذا، تفريغات وعون قضائي وسيروا راكم عارفين المحاكم، فكيف يعقل؟ فهذا ما أسميه الاستحمار. وقلت لكم لا تستغربوا، دائما متابعي الأوفياء زيرو عاطفة، أي نعم لا لإهانة الأم، أنا دي راه كنأكد عليها دائما، أي أم وأي أب راه بجوج تيبقاو الوالدين ديالنا خط أحمر، لا للإهانة لا للذل والهوان، ولكن كذلك لا للاستحمار. وهاد الأسرة هذه
خاصها تستحمروا لاباس. وفي هذا الاستحمار وهاد التجمعات ديالهم امهم تدور ولا تندور عند ولادي ومشينا لتوطط والعراضه وداكشي، قلت لكم يبحثون عن مخرج قبل الجلسه، خصهم تيطيروا باش نهار تكون الجلسه، باش ما كان الحكم يكونوا مستعدين وموجدين راسهم. والحكم ما بقى له والو، 3 ايام د المهله اللي عطاتو هي المهله اللي عندهم ديال الحكم، اما غيوصلها وهادي حتى حدا باب المحكمه ويمشي ويخليها، اما ما غيجيش كاع على اساس انهم باقيين مدابزين وباقيين لاعبين ديك كاشكاش ديك الدويره اللي كنقولوا صافي، وها هما غاديين والدنيا بخير ومطلعين الادسنس اللي اصلا كتعرفوا ان طالع في هاد الشهوره. فباش نخدموا على بركه الله في انتظار هاد الجلسه هذه الحاسمه ديال البقاء الحاسمه غير هنا في مدينه فاس، باقيين ديال كازا والشكايات اللي عليهم كاملين بدون باستثناء عبلو فاطمه الزهراء وليداتهم باستثناء هادو، كذلك تفتتح وداكشي باستثناء ما كاينينش، اللي كاينين راهم باينين في الشكايات ونويعر وفلك والفلك ديالها كامل، كذلك البيتوتي والفلك ديالو. في انتظار ما هذا الشيء كامل والجلسه ديال نهار الاثنين. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، شكرا على حسن الاستماع، الى فيديو قادم ان شاء الله، السلام عليكم.